ماسك الترميم او جلسة الترميم، خليني اقول مش كريم، خليني اقول جلسة الترميم. القصة دي على فكرة كنز، يعني دي كنز، وعايزة اقول لكم مرهقة جدا في عاملها. يعني عاملها بيستغرق معايا من 4 ل5 ساعات، بس كفاية انك انت بتبقى عارفة ان الحاجة دي يعني 1,000,000% خلقة ربنا والطبيعة والنباتات والأعشاب، إحساس غير عادي. القصة دي لو اتعملت مرتين في الأسبوع، اتفرجي على منظر الشعر أول مرة وبعد مثلا 3 أسابيع بمعدل مرتين في الأسبوع. وإيه وحاجة بقول لكم حاجة، يعني ما ينفعش حتى إنها تقعد، لازم تبقى في التلاجة أو فريزر كمان. يعني احنا لو الكمية هتبقى كبيرة لازم نحطها في الفريزر. الطريقة بتاعتها انتي بتسرحي شعرك، يعني مش لازم يتغسل، مش لازم يتغسل. بتسرحيه وبتبتدي تحطي الماسك على الشعر خصلة خصلة من الجذور للأطراف كده، وتبقي شادة كده الشعر حلو. بعد كده تلميه وهو مفرود، تغطيه بالبونيه. عايزة تغطي بعد كده إشارب آيس كاب زي ما انت عايزة. قعديه ساعتين وبعد كده اشطفيه شطفة حلوة. ممكن دور خفيف كده شامبو، او ممكن بلسم او حمام كريم بس. لكن انا لما بعمل الحاجات دي او بستخدمها، انا بحب احط قليل من الشامبو، قليل جدا من الشامبو. واستمتعي بقى بعدها. عايزة تعمليه طاقية كده لمدة ساعة على ما ينشف، وتفرجي كأنك عاملة، كأنك مسشوراه، وحاجة كلها طبيعية. بنستخلص بطريقة معينة، يعني خلاصة الخلاصة في بروسيجر طويل عريض، يعني أساسه وتستغربوا البامية يعني سبيشيز معينة من البامية، مش كل أنواع البامية، مع كوكونات اللي هي جوز الهند، اللي هي اللي بتاعت الاستوائية، مش الزيت بتاع الجوز الهند. جوز الهند اللي هو بيتفتح بالشاكوش ده، المادة البيضة اللي جوه بتستخلصي منها اللبن بتاعه، مش المية اللي جوه. حوار طويل عريض. مع النشا بيتعالج بطريقة معينة. مع ايه تاني يا ربي؟ العسل الابيض والاسود، مع الجل بتاع الفليكس سيد. لا، واظبوا عليها مرتين في الاسبوع لمدة اسبوعين 3، وتفرجوا قبل وبعد الدنيا عاملة ازاي.